قبائل الجنوب الموريتاني تطالب بفتح قنصلية لبلادها في مدينة العيون. شهدت سفارة موريتانيا بالرباط اجتماعا بين السفير أحمد ولد باهي ووفد من شيوخ ووجهاء قبائل الجنوب الموريتاني، حيث قدم الوفد متمسكا رسميا يطالب بفتح قنصلية موريتانية في مدينة العيون لتسهيل الخدمات الإدارية للموريتانيين المقيمين بالأقاليم الجنوبية، خاصة بسبب مشقة السفر إلى الدار البيضاء. ويأتي هذا الطلب في ظل التقارب المتزايد بين المغرب وموريتانيا، مما يعتبره مراقبون خطوة تعزز الروابط الاجتماعية والقبلية بين سكان الجنوب في البلدين. كما عبر الوفد عن ثقته في تجاوب الرئيس ولد الغزواني مع المبادرة لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين، مؤكدين أن فتح القنصلية سيكرس متانة العلاقات الأخوية ووحدة المصير المشترك بين الشعبين الشقيقين.